مين دخل الاول في المنطقه؟ لاعبي الفرقتين، كل الفرق الاول دخل المنتخب، لعبه الفريقين. بص يا احمد، انا خلينا في الحاله الاولى، ما تحسبش ضربه جزاء ابدا. فضيحه يعني، اقل ما يقال ان هي فضيحه. ولو الحكم خد قرار، سنعود لهذه اللقطه طبعا. لو الحكم خد قرار مش مستحيل هيعيد. اذا مشاهدينا طبعا تقدم لفريق احمد. ما تحاولش ان انت تعمل حيادي يا احمد، انت ما تحاولش تعمل حيادي، انت معلق. طيب. انت المفروض انت مقدم، ما تحاولش تعمل حيادي وتروح ناحيه الجانب الاخر عشان ما يتقالش ان انت مصري. اذا كابتن وائل، يعني طبعا التقدم لفريق الجيش الملكي بهدف دون مقابل. نتواصل مشاهدينا حول هذه المباراه ولكن بعد فاصل قصير. نعود من جديد مشاهدينا، وتقدم مستحق لفريق الجيش الملكي بهدف دون مقابل من ضربه جزاء بعد ان اضاع العديد من الفرص. كما اعطينا وائل جمعه حقه في الحديث عن ضربه الجزاء، نعطي عزيز ايضا الحديث عن ضربه جزاء الجيش. ضربه جزاء واقعيه وحقيقيه لا غبار عليها. لان لماذا؟ لان هنوقف اولا. شوف كم لاعب من الاهلي داخل، حتى هو كل لاعبين الاهلي حتى هم دخلوا، ولكن شوف اللاعب اللي سجل الهدف هو الاخير اللي دخل المنطقه. كان داخل المنطقه يا عزيز، حتى لاعيبه الاهلي دخلوا، كل داخل، الفريقين دخلوا، الفريقين دخلوا. ولكن حتى في ضربه جزاء انا بالنسبه لي هدف شرعي. ولكن في لقطه ضربه الجزاء انا ممكن تعيد لقطه ضربه الجزاء. ستعاد لمسه يد طبعا في يد اللاعب طبعا اليو ديانج، والتصويبه قويه ومباشره. وقف هنا بس، وقف هنا. شو الفرق ما بين ديانج واللاعبين الاخرين كلهم يديهم وراهم؟ طب هو عزيز، هو بايده كده اعاق الكره ان تروح للمرمى، ولذلك فهي ضربه جزاء. ممكن اعلق بقى على كلام عزيز بغض النظر عن ضربه الجزاء. معلش يا احمد، انت كلاعب كوره، بس انت كلاعب كوره واحد بيشوط الكوره قدامك، انت واقف ايدك في الجنب، كيف يتعامل ترب مع الشوط الثاني؟ يعني الشوط فيه اخطاء من الجانب الدفاعي زي ما ذكرت. اول 10 دقائق كان اللاعبين المدافعين بعاد جدا عن مستواهم. الجبهه اليسرى اللي فيها كوكا اقل بكتير جدا. مفيش مسانده دفاعيه من الاطراف. زائد نقطه المشكله اللي اتكلمنا عليها قبل المباراه، راس الحربه. احنا النادي الاهلي وصل المرمى اكتر من مره، ولكن في رعونه في الفرص اللي جت، وخاصه في الكره الاخيره اللي شفناها. انما النادي الاهلي يقدر يرجع في النتيجه ويقدر يسجل يا احمد على المستوى اللي شفته الشوط الاول. طيب الكسندر سانتوس كيف يتعامل؟ هل يدافع ام يبقى بنفس الضغط؟ هو شفنا الاهلي في نهايه الشوط كيف اندفع وعنده الامكانيات انه يلعب وانه يخلق متاعب للجيش، لانه يمتلك ادوات كبيره واسماء كبيره جدا. الاهلي الجيش عليه انه يحافظ على نفس النسق اللي لعب به في الشوط الاول، خصوصا ممكن انه في وسط الميدان انه يكون يجري بعض التغييرات، لان شفنا بعض ضياع الكور، في بعض الكور تضيع في وسط الميدان تحت الضغط. اظن بان سانتوس لازم يحافظ على ذلك النسق بتغييرات، تحافظ على النسق ايضا، لاننا بدون نسق لن يحتفظ بالنتيجه، لازم يحافظ على النسق. تمام. شكرا كابتن عزيز، شكرا كابتن وائل. اذا شوط اول مثالي من الفريقين، وتقدم فريق الجيش بهدف دون مقابل بعد ان طبعا قدم مردود والاروع. ونذكر بان المباراه الاخرى مولوديه الجزائر متعادل سلبيا مع صن داونز، واولمبيك اسفي متعادل ايضا مع اتحاد الجزائر. هناك ختافي والشي في الدوري الاسباني، ميتس ورين في الدوري الفرنسي، واوكسفورد يونايتد وابسويتش تاون في دوري الدرجه الاولى الانجليزيه تشامبيونشيب. مجددا الى علي سعيد الكعبي والجيش الملكي والنادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. عودة مرة أخرى أيها السيدات والسادة إلى الرباط، عودة مرة أخرى إلى ملعب الأمير